السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة هنحكي حكاية جديدة، حكاية كراكيب علاء الدين. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد طيوب جدا اسمه علاء الدين، كان بيحب الخير، وكان كل يوم الصبح يروح علشان يشتغل ويساعد مامته، علشان يا حبايبي بابا كان متوفي. مامته كانت بتحبه جدا جدا. جت عليه أيام يا أحبابي، كل ما يروح السوق يرجع البيت حزين لأنه مش لاقي شغل، ومامته كانت تقعد تصبر فيه وتقوله: معلش يا علاء الدين، إن شاء الله ربنا يا حبيبي هيرزقك. كان بيجي عليه الليل وينام ويصبح على مامته وتقعد تدعيله وتقوله: إن شاء الله ربنا هيبعت لك رزقك. بعد كده سابها ومشي وراح علاء الدين السوق. لما راح السوق برضو يا حبايبي ملقاش شغل، حزن جدا علاء الدين ورجع تاني البيت. وبرضو مامته تقوله: معلش يا علاء الدين، ربنا هيبعت لك رزقك. وهو قاعد مع ماما افتكر كلام باباه ليه لما قاله: اليوم اللي انت ما تلاقيش فيه شغل ادخل الأوضة دي، والأوضة دي هتلاقي فيها كراكيب كتير، هتاخد منها الكراكيب وتروح السوق تبيعهم. فعلا علاء الدين دخل الأوضة لقاها مليانة كراكيب كتير قوي. قال: ايه ده كله ده؟ خد حبة كراكيب يا حبايبي وراح بيهم السوق. لما راح السوق باعهم. بعد كده جاب أكل، وهو مروح لقى ست عجوزة، حس إن هي محتاجة الأكل بس مش معاها فلوس تجيب. راح لها واداها حبة أكل وقالت له: شكرا جدا يا علاء الدين. قال لها: عفوا. بعد كده سابها وراح البيت، وبرضه دخل الأوضة تاني وجاب شوية كراكيب علشان مفيش شغل برضه يا أصحابي، وراح بيهم السوق وباعهم. وبعد كده رجع البيت تاني. بعد كده دخل على الأوضة اللي فيها الكراكيب ولقى فيها مصباح، أخده ومسحه عشان كان مليان تراب. فجأة طلع له إيه؟ طلع له محقق الأمنيات. قال له: أنت مين؟ قال له: أنا محقق الأمنيات. يلا يا علاء الدين، ليك 3 أمنيات أحققهم لك. قال له: أنا نفسي طيب في بيت كبير، أنت بقى هتجيب لي البيت الكبير ده؟ قال له: طبعا. راح فجأة لقى نفسه في بيت كبير وجميل جدا، ما كانش مصدق نفسه. فرح علاء الدين وراح قال له: شكرا. قال له: عفوا. قال له: يلا عندك أمنيتين كمان. قال له: أنا نفسي في سوق كبير علشان كل الناس اللي مش شغالة ومش لاقية شغل تشتغل. راح قال له: خلاص ماشي. فعلا في ثانية لقى نفسه في السوق الكبير، ولقى دكاكين كتير في السوق والناس كلها شغالة، وهو فرحان جدا بالمنظر وما كانش مصدق نفسه. قال: الحمد لله يا رب ان انت رزقتني، وان انت قدرتني ان انا اسعد الناس دي كلها. بعد كده قال له: يلا يا علاء الدين، قدامك أمنية واحدة. قال له: واحدة؟ قال له: آه. قال له: سيبني أفكر. قعد يفكر علاء الدين: إيه اللي ناقص؟ إيه اللي ناقص؟ شاف إن هو ناقص له إيه يا حبايبي؟ ناقص له عربية. فكر علاء الدين في العربية وقال: أنا لازم يبقى عندي عربية علشان أروح بيها الشغل. راح قال له: بقولك إيه يا عم أنت يا محقق الأمنيات؟ قال له: أيوة يا علاء الدين. قال له: أنا عايز عربية كبيرة
علشان توديني بيها الشغل. قال له قصدي علشان أنا أسوقها وأروح بيها السوق. أنت توديني ليه بقى؟ قال له أيوة، طب ما تقول لنفسك، لأن أنا هحقق لك الأمنية وهسيبك وهمشي. قال له ياه، أنت طيب جدا يا محقق الأمنيات. قال له أنت اللي طيب يا علاء الدين، علشان كده ربنا رزقك بيا. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. سلام عليكم يا حبايب ماما نونا.